هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم فيديو جديد، بس الاول متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه. النهارده ممكن اكون متعصبه شويه، بس بجد عشان الموضوع يعني يلا. ممكن كفايه وتبطلي يا حبيبتي تجري للناس كلها في حياتهم، تساعد الناس كلها وتجري في حياتك شويه بقى. يعني تشوف حياتك شويه بقى، اللي انت موقفاها كده وركناها، يمكن حاسه ان انت مثلا موجوده عشان تسعي الناس كلها في حياتهم وتقفي جنب الناس كلها، تيجي عند نفسك وبتكسلي او بتقولي لا او بتخافي. يعني كفايه بقى، كفايه الجري ورا حاجات احنا مش المفروض نجري وراها، عشان هي حاجه دي مش تخصناش، بس احنا بنجري وراها عشان الناس اللي حوالينا بس. كفايه نجري مع ناس في احلامهم عشان يحققوها، وانتي احلامك نسيتيها او بقيتيش عارفه ايه احلامك اصلا، او ايه الحاجه اللي نفسك توصلي لها اصلا، عشان انتي ناسيه نفسك. اللي هو ماشي بعدين، انا بعدين. طب تفضلي بعدين لغايه امتى؟ صدقيني اول ما الناس اللي في حياتك هيوصلوا اللي هم عايزينه مش هيشوفوكي، بجد مش هيشوفوكي، مش هيبقى عندهم وقت فعلا. يعني هم مش هيبقى عندهم وقت عشان تبقى حياتهم مشغوله بالحاجه اللي هم بيسعوا جدا ان هم يوصلوا لها. فمش هيبقى في حد فاضي ان هو يقعد معاكي انت ولا يشوفك انت بعدين. فخليكي انانيه شويه، معلش معلش بجد، خليكي انانيه شويه في حياتك، وقولي ان انا هحقق حاجاتي الاول. لان انت لو ما عملتيش حياتك انت الاول، مفيش حد كده هيطلع من حياته يجي يقولك تعالي يا حبيبتي، ايه ده انت ناقصلك ايه، تعالي انت عايزه توصلي هنا، تعالي اوصلك، ده انت عايزه تشتري الحاجات دي، تعالي انا اشتريها لك. لا يا حبيبتي، مفيش حد كده. فمفيش حد هيجي ياخد مكانك كده وياخد حياتك ويقولك كده برافو تعالي تغيريها كده، تعالي انا هغيرها لك انا. مفيش بجد حد هيعمل كده. فنفوق لنفسنا كده شويه، وخليكي انانيه شويه في حياتك، معلش معلش. نقف شويه عن ان احنا نساعد الناس اللي حوالينا، ونقف شويه ان احنا نكون كده مع الناس كلها، بنضيع في وقتنا معاهم لمجرد بس ان هم ما يتضايقوش. وسايبه انت حياتك لوحدها كده، ان شاء الله هتفتحها لما مش عارفه لما تنتهي ولا ايه، مش عارفه بجد يعني امتى، يعني امتى بجد. كفايه كفايه. لاني بجد لو انتي ما بقيتيش انانيه على الحاجات اللي انتي عايزه توصلي لها، مفيش بقى من حد هيساعدك، ولا في وقت هيستناكي، ولا في ظروف هتستنى لما تخلص عشان انتي تقومي تعملي الحاجه اللي انتي عايزاها، ولا في حاجه هتترتب زي ما انتي عايزاها فهتلحقي مثلا تعملي الحاجه دي. فشوفي انتي عايزه تعملي ايه بجد، وابدأي فيه. ابدأي فيه عشان ما فاضلش كتير عموما. في قد ايه ما فاضلش كتير يعني. لو انت فاكره لسه بدري ومش عارفه ايه، لا هو مفيش لسه بدري ولا حاجه يعني. الدنيا بتجري، معلش. كفايه نساعد الناس اللي حوالينا. انا مش بقولك خليكي جاحده وخليكي وحشه، بس انا بقولك بجد ركزي على حياتك شويه، خليكي انتي الاولويه ورقم واحد في حياتك، وبعد كده الناس كلها تيجي في الاخر. بس انتي الاول. لان لو انتي ببساطه مخليتيش انتي الاول في حياتك، انتي مش هتبقي اصلا في رقم في حياتك. هتبقى حياتك دي مجرد ان انتي موجوده هنا عشان تساعدي الناس دي شويه، موجوده هنا عشان تروحي مع الناس دي في مشاورهم شويه، موجوده هنا عشان تتجمعي مع الناس دول شويه. طب وانتي فين؟ معرفش. طب احلامك والحاجات اللي عايزه توصلي لها نسيها اصلا، ما بقتش موجوده اصلا في دماغك، من كتر ما اقتربت، من كتر ما انت بتجيش جنب الحته دي في دماغك وتفكري انت فعلا عايزاها ولا مش عايزاها. طب قوليلي، بعد ما كل اللي حواليكي بيعملوا اللي هم عايزينه، انت عملتي اللي انت عايزاه؟ لا، وانت اكتر واحده بتبقي اصلا متضايقه. بس ليه بنعمل كده؟ مش عارفه. طب مش عارفه ليه يا حبيبتي؟ عشان انت مش مقدره كويس الحاجه اللي انت محتاجاها، ومش مقدره حياتك كويس، مش مقدره ان وقتي في اي لحظه ممكن يروح منك بجد، انت ما عملتيش حاجه. مفيش حاجه بتستناكي، ولا ناس هتستناكي، ولا فرصه معينه هتستناكي. لو الفرصه النهارده جت انت مش محضره نفسك كويس ليها، لا سوري خلاص، الفرصه تروح لحد تاني جاهز. هو ده بجد اللي بيحصل دلوقتي. بلاش ناخد رأي الناس في كل حاجة تخصنا، في كل حاجة هنبدأها، في كل حاجة هنعملها، عشان بجد هم رأيهم ممكن يكون تحفة كل حاجة. بس يا حبيبتي الحاجة اللي انت هتبدأي فيها دي انت اللي هتبدأي فيها لوحدك. فانا ممكن اقولك ابدأي في الحاجة دي وتحفة وزي الفل، وانتي من جواكي مش مستعد، فلما تبدأي فيها تقعي فتقولي انا اللي قلتلك ان انتي تدخلي في الحاجة دي. طب انتي ما خدتي رأيي، انا قلتلك رأيي. فان احنا بنمشي برأي الناس اللي حوالينا كلهم، ومش بنرجع لنفسينا احنا اولا، فده اصلا سبب مشاكلنا في حاجات كتير قوي. خدي قرارات لوحدك. لما يكون دلوقتي قدامك انك تاخدي كورس معين في حاجه معينه عشان تركزي في حته معينه، بس جيتي قلتي ناس وقالوا لك لا 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 خلاص على ايه، خليكي زي ما انت كده واحسن. ليه يا حبايبي ليه؟
ليه ما ترقاش اعلى، او ليه ما اخدش مثلا حاجه اعلى في الشغل بتاعي، عشان مجرد بس الناس اللي قدامي اثروا عليا، قالوا لي لا كويس كده عليكي مش محتاجه كورسات تانية. طب انا عايزه، لا خلاص. فهم هيأثروا، فلو انت ماشيه بان كل واحد هيأثر عليكي حبه مش هتوصلي قلب لاي حاجه. خليكي عنيده شويه في الحاجات اللي انت محتاجاها، خليكي كده اللي هو انا عايزه الحاجه دي، انا عايزاها بجد. لو انت ما سعيتيش الحاجه اللي انت عايزاها مفيش حد هيجي يسعى لها. لو انت مش اولويه في حياتك مفيش حد هيبقى نمبر 1 كده، هياخدك ويقولك معلش اقعدي انت ارتاحي، انت تعبتي كتير قوي مع الناس كلها، تعالي بقى انا هساعدك للاهداف بتاعتك، او انا هوصلك ليها. قليل قوي يا جماعه لما بنلاقي كده، او مفيش اصلا. هيقولك يتخلى عنها بسهوله، وهتبقي زيك زي اي حد عادي عايش حياه عاديه جدا، هتسعي لها انت لوحدك، تقدري توصلي لها. لو الحاجه دي مش مناسبه مش هتوصلي لها، مش هتوصلي لها فعلا، وتلاقي حاجه تانية احسن ربنا حطك فيها. لكن انت بقى تقعدي تركزي مع كل الناس اللي حواليكي وسايبه حياتك انت، لا سوري بقى خلاص، خليكي كملي لوحدك. وبجد يا جماعه متبقاش تمشي مع ورا حد في حصه ايه، بلاش تشتري الحاجات دي. ليه؟ لا ما بلاش تشتريه. لا انت بتصرفي كتير بلاش تصرفي. طب يا جماعه انا بشتغل وبصرف من فلوسي، لا بلاش تصرفي. لا بلاش شكل الاكل الكتير ده. لا انت بتخرجي في اماكن غاليه قوي، خليكي في الاماكن العاديه زينا. طب يا جماعه انا بتعب اكتر، فانا بضطر لما بتجيلي فلوس معينه فعايزه اصرفها في حته معينه حلوه. لا خليكي زي ما انتي. ليه؟ عشان هم مش عايزينك تبقي احسن منهم يا حبيبتي، فدايما بيقللوا بيخليكي تبقي تحت. لكن لو انا انانيه شويه مع نفسي، ان هو انا مش هسكت غير لما اوصل الحاجه اللي انا عايزاها، او هعمل حاجه اللي انا حاساها ان انا هبقى مبسوطه فيها، او هتبسط بالطريقه ديت، مفيش حد بصي مفيش حد اصلا هيقولك ايه، هيبقى بيتناقش معاكي، هيبقى خايفين بجد منك، لان انت عارفين ان انت شخصيه كويسه. اه بتقبلي بارائهم وكل حاجه، بس انت عارفه ان انت هترجعي لدماغك اللي انت عايزاه تعمليه. مش صح جدا ان احنا جدا ناخد رأي اللي حوالينا في كذا نقطة في حياتنا طبعا، بس مش الصح ان هما اللي يبقوا ماشيين حياتنا كلها، واحنا اللي نبقى في حياتهم. اللي عايز ياخدنا شوية لتحقيق أحلامه وأهدافه، واللي عايزك تاخديه شوية تشتغل عنده في الشركة عشان تدخلي له فلوس معينة يكبر بيها فلوسه وشركته، وانتي تفضلي زي ما انتي. فهتوصلي امتى؟ بعد ايه؟ او هتوصلي ولا لا؟ دي حاجه تخصك انت بقى في الاخر، بعد ما تقعدي تعيطي وتقولي حياتي راحت، او انا مبقاش في فرص، او ضيعت الفرص كلها في من ايدي. مفيش حاجه في حياتك كلها تستاهل انك تسعي عليها غيرك انت بس. واي حاجه بعد كده ما بنقولش مش بنساعد صحابنا، مش بقول ان احنا نبقى اشخاص مش لطيفه مع الناس، لا. بس لو انا دلوقتي ما عنديش وقت ان انا مثلا انزل مع اصحابي دول نقعد نتكلم النهارده شويه، او ننزل النهارده عشان مثلا عندي شغل زياده ممكن يدخلي فلوس زياده، او انا مثلا دلوقتي مش فاضيه، او انا دلوقتي عندي كورس فمش هقدر اخرج معاكم، هرفض الحاجات ديت مقابل الحاجه اللي انا دلوقتي فيها. لكن لو انتي بترفضي بقى الحاجات اللي بجد وشغل اللي بجد، وبتيجي على الحاجات المهمه اللي ممكن تغير حياتك فيما بعد، عشان ننزل بس قاعده، عشان بس نقعد كده كصحوبيه، يبقى هتفضلي زي ما انتي قاعده في مكانك، وما تنتظريش اي تغيير في حياتك ولا اي تقدم في حياتك، لان انتي اللي بتبقي مختاره كده. انتي هتساعدي نفسك بنفسك، ساعدي الناس واقعدي مع الناس وكل حاجه، بس انتي الاول حققي الحاجات اللي نفسك فيها الاول، اعملي الحاجات اللي نفسك تجربيها الاول. ما تستنيش بعد ما لما وقت يمر والعمر يمر والحياه كلها تمر وترجعي تقولي انا كانت اهدافي من وانا صغيره كنت هعمل كده. طب انت دلوقتي مبقاش ينفع تعمليها، ومفيش وقت للاهداف ومفيش وقت لكل حاجه نحققها، بس في اوقات فعلا بتبقى عدت خلاص ان احنا نعمل الحاجه دي. يعني دلوقتي في حاجات انا مينفعش اعملها، ان هي عدت عليا، انا ما عملتهاش في وقتها وانا صغيره مثلا، فمش هينفع اعملها دلوقتي عشان عدت. فاتمنى نفهم ان احنا الاولويه الاولى في حياتنا، وبعد كده اي حاجه تانية. خليكي انانيه في اهدافك، انجحي الاول، ودوسي على اي حد بيقولك ان هو انت مش هتوصلي، انت كده كده اقعدي في بيتكم بقى، انت مش عارفه انت اخرك تشتغلي في شركه موظفه وخلاص. ماشي تمام، انا مبسوطه برايكم. خليكي قويه وردي باهدافك، وردي بحاجات بتحققيها، مش بتردي بكلام عبيط او بعياط وبس. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.